بلا ما تجي تقول لي ان انسان بعقله يقدر يدير هذا الشيء هذا اللي دار هاد خونا هذا. يا اما حمق، يا اما عندك شي مرض عقلي، يا اما ساكن داخلك شي شيطان، حيت هاد الافكار ما يمكنش يطيحوا على انسان عادي. لا ما تحمقني، الله يرحم لك الوالدين. داير فو كونت في ابليكاسيون ديال الديتين بحال داك الهيت ديال تيندر وبومبل الى اخره، غير هما دي زابليكاسيون اللي كيخدموا غير في الصين. ومقاد فو كونت بسميه ديال البنت ولكن بتصاوروا. تقول لي ويلي كيفاش مقاد فو كونط بسميه ديال البنت وتصاور ديال الراجل؟ هاد خونا كيتقاد وكيدير ماكياج عكر سوشيامات در الى اخره باش يبان على اساس راه مرا، وانت في النظره الاولى ديالك ليه راه كيتسحاب لك راه مرا، ولكن هو في الاساس راه راجل. ولكن البلان اللي كيحمق في هاد القصه هادي كامله اللي غنعاود لك اليوم هي ان هاد الرجال اللي كيتلاقى بهم هاد خونا هذا بصيفته مرا كيعرفوه انه راجل، ومع ذلك كيجلسوا معاه، كيدوزوا وقيته، كيستمتعوا، كيعرض عليهم يمشيو للدار، وتما في الدار كيعرفوه انه راجل، ومع ذلك كيديروا داكشي اللي بغا. هو ماشي متحول جنسي من دوك المتحولين اللي كاملين كنعرفوا، وانما هو الطريقه اللي كيلبس بها، المكياج اللي كيدير كتردو كيبان بحال المراه. هادشي اللي غتفرج فيه واحد من اغرب المواضيع اللي واقعه في السنوات الاخيره، وهذا الموضوع دار واحد البوز كبير عمرو ما داز في التاريخ ديال الصين. وهذا الموضوع طالع ترند في الصين من بدايه شهر يوليوز الى يومنا هذا، مازال الناس كتهضر في هذا الموضوع. والموضوع خارج من الصين وطالع ترند في اوروبا وامريكا وباقي دول العالم. وكون متاكد انك ملي غتوصل للفينال ديال الفيديو وتعرف القصه كامله غادي دير ديك اللعبه ديالها، غادي تدهشر ما تفهم والو. تقول شنو هادشي؟ فاش تفرج دابا غادي يجيك داك الاحساس ديال انك باغي ترد، غتحس بشي حاجه كتضرك في الداخل ديالك، ولكن في نفس الوقت غتبغي تعرف شنو واقع. المهم الاخوان خليونا ندخلوا في المعقول، وقبل ما نبداو نتمنى انكم تابوناو في لاشين. يلا بادين، حنا بينا كمشه ديال الناس، كون من الاوائل ومرحبا بكم كاملين. راه ابوني راه فابور، ما كتخلص عليها حتى شي حاجه. القصه الرئيسيه ديالنا في هذا الفيديو غادي توقع في هذه الغرفه، والبطله هي هاد السيده. غلط، هذا ماشي سيده، هذا راه راجل. الاسم ديالو تشياو مو، وفي العمر ديالو 38 سنه، وتزاد في مدينه نانكين اللي كتعتبر ثاني اكبر مدينه في الصين من بعد شانغهاي. وحاليا هاد خونا ولا هاد ختنا ولا ما عرفت كيفاش غنسميوه راه كاين في الحبس، والسبب هو هادشي اللي غنعاود لكم في هاد القصه. تشياو باش يدير الشخصيه المستعاره ديالو اللي سماها سيستر هونغ، هاد الشخصيه النسائيه اللي غادي نشوفوها طوال الفيديو. كان كيدير واحد الطبقه كبيره ديال المكياج في وجهه باش تبان عنده بشره نسائيه، كيدير في لي كريم، كيركب الشعر، كيدير عكر، كيدير جميع انواع المكياج باش انه يبان مرا. وماشي غير هادشي، كيلبس حتى الحوايج ديال العيالات. المهم كيدير كاع داكشي اللي كدير مرأة قبل ما تخرج في شي موعد غرامي. ولكن السؤال المطروح واللي غنطرحوه كاملين ملي وصلنا لهاد النقطه من الفيديو هو علاش هاد خونا هذا اصلا كيدير هادشي هذا كامل. كان كيستعمل تطبيقات غراميه مشهوره في الصين بحال كيو ودبليو كات، وكان كيبدل الصوت ديالو وكيدير الصوت ديال المراه، وكان منتاح الشخصيه ديال انه مراه مطلقه وما عندهاش الفلوس، وكان كيقلب على علاقات جنسيه المتعه ديالو، وما كان كيزقل حتى شي نوع ديال الرجال، طلبه، موظفين، طبيب، مهندس، كون كيف ما بغيتي تكون. طيح في المقله غتقلى. وحتى الاجانب دار لهم بلاصه في لا ليست ديالو. وحاليا كنهضروا على عدد الضحايا ديال سيستر هونغ اللي وصل حتى ل 237 ضحيه، وهذا هو العدد المكتشف لحد الان اللي كنصور فيه هذا الفيديو. التحقيقات مازال غاديه، وهذا الرقم ممكن يرتفع في اي لحظه. اجيو معايا نشوفوا طريقه العمل ديالو وشنو كان كيدير منين كيكون متفق مع شي واحد من هاد 237 شخص باش انه يقيم معاه واحد العلاقه. سيستر هونغ كيمشي للدار اللي وريتها لكم في البدايه ديال الفيديو، واحد الدار اللي بسيطه وصغيره بزاف، حيت القصه ديال انه فقير ما كانتش بعيده بزاف على الواقع المعاش ديالو. واخا دابا غتفكروا معايا هاد القضيه مزيان وبقاو عاقلين عليها. سيستر هونغ فاش كيجيب شي واحد من الرجال للدار ديالو قبل ما يقيم معاه علاقه كيقنت واحد الكاميرا كتسجل من البدايه حتى النهايه. في البدايه الخطه انك غادي تجي عندي للدار، غادي نقيم انا وياك علاقه غراميه، غادي نسجلك بلا ما تعرف وغادي تمشي في حالك. من بعد بدا سيستر هونغ كيطلب منهم قرابين كيف ما سماهم هو، وهذا الشيء من بعد ما شاف انه بزاف ديال الرجال ما كانوش كيرفضوا انهم يعطيوه الفلوس. بلا ما تجيك عجب الا قلت لك ان هاد الرجال قبل ما يجيو عنده للدار كانوا كيجيبوا ليه التقضيه،
بزيت حوت سكر اي حاجه احتاجها، وكانوا كيجيبوا ليه الات منزليه صغيره اللي يقدر يحتاجها اي واحد في الدار. وإلا داروا هذا الشيء هذا كامل سيستر هونغ كيعاملهم مزيان وكيدير معاهم السكسفاتي في العلا. ودابا سال الضحك وغتبدا الامور كتولي اكفس واخطر. شخصيا وانا كنقلب على معلومات ديال هذه القصه هذه شفت بعض الفيديوهات اللي الصراحه شوكاتني بزاف، وماشي حيت قلبت على الفيديوهات وبغيت نتفرج فيها، وانما الاسباب تحقيقيه باش انني نجمع المعلومه كما هي. كاينين بزاف ديال النقط اللي الصراحه ما دخلوش ليا لراسي. الروايه الرسميه كتقول ان الرجال اللي كانوا كيخرجوا مع سيستر هونغ ما كانوش عارفين انه راجل، ولكن هذا غلط وكنظن انه كذوب، لانه كاينين فيديوهات كيبانوا فيه الرجال كيشوفوا ان سيستر هونغ عنده واحد الطبقه ديال المكياج، دونك راه شي حاجه كاينه تما، راه غيكون راجل هذاك. وعلى قواده وكاينين فيديوهات كاينين الرجال كيلحسوا ليه ديالو، سمحوا لي على هذا المصطلح ولكن كنعاود لك القصه كما هي. يعني انت راجل ما تحمقنيش، دابا كتشوف راجل عنده نفس داكشي اللي عندي وكتقول لي لا انا راه ما كنتش عارف انه راجل، راه كان كيتسحاب لي امراه. والروايه كتقول انه ماشي كاع الرجال عاقوا به انه راه راجل، وكاينين شي وحدين كانوا كيعتقدوا انه راه فعلا امراه، كيفاش دار لها الله اعلم. كاينين اللي عاقوا به وسط العلاقه الجنسيه وكملوا، وكاينين اللي عرفوا قبل العلاقه الجنسيه ولكن مع ذلك بداو. وعلى ما قريت انه هاد الرجال هادو النسبه كبيره منهم ما كانوش عارفين انهم راهم كيتصوروا، وهذه صحيحه. اغلبيه ديال الرجال ما كانوش عارفين انهم راه كيتصوروا، كيتم التسجيل ديالهم في ديك العلاقه الحميميه او العلاقه الجنسيه اللي كيدير معاهم هاد خونا. ولكن في بعض الفيديوهات بان انه كان كيانستالي الكاميرا وكاين مع الراجل عنده في البيت، يعني شافوا انه كيانستالي الكاميرا ومع ذلك كمل معاه العلاقه الجنسيه. كاين واحد الراجل بالخصوص من الضحايا ديال سيستر هونغ مع الدخله من الباب غادي يشوف الكاميرا وغادي يقولها لسيستر هونغ. دونك الخلاصه من هادشي هذا كامل، ملي كاينين رجال عارفين انه راه كيصورهم علاش بقاو ساكتين؟ وهاد الفيديوهات هما اللي جبدوا الصداع لسيستر هونغ وكشفوا الامر ديالو امام العالم. في البدايات كانوا كيقولوا ان عدد الضحايا ديالو هي 1600 شخص، ولكن هادشي كذوب والعدد الحقيقي هو 237 شخص فقط. ممكن العدد يرتفع لان التحقيقات مازالين خدامين. الفيديوهات اللي صورهم دارت بوم في الانترنت، وحتى شي واحد من الضحايا ديالو ما شاف راسو في الانترنت. وتخيل معايا واحد من الضحايا شاد التليفون ديالو كيدور حتى يطلع ليه واحد من الفيديوهات اللي كاين فيه هو. التقارير اعلاميه صينيه قالت ان سيستر هونغ كان كيبيع الاشتراك في قناه ديالو في تيليجرام، يعني دار جروب في تيليجرام وجمع فيه الناس. وإلا بغيتي تتفرج في هاد الفيديوهات اللي كنصور مع الضحايا ديالي غادي تخلص باش تدخل تيليجرام. والاشتراك في هاد القناه كان الثمن ديالو 18 دولار تقريبا. منين دارت الشكايه في نهار 5 يوليوز من هاد العام سيستر هونغ غادي تعتقل وبداو التحقيقات. خرج واحد البلاغ من البوليس كيقول ان الشرطه ديال جيانينغ توصلات ببعض التقارير. الناس كيقولوا ان فيديوهات تسربوا في الانترنت من طرف اشخاص مجهولين. البوليس بداو واحد التحقيق كبير وغادي يعتقلوا واحد خونا كان الاسم ديالو تشياو. التحقيقات بينات ان هاد تشياو العمر ديالو كان 38 سنه، كان جاي من اقليم اخر وساكن في مدينه جيانينغ، وكان كيتنكر في لباس مرأة وكيقيم علاقه جنسيه مع الرجال وكيصورهم بلا ما يعرفوا وكيحط فيديوهات ديالهم في الانترنت. تشياو في 6 يوليوز تعتقل من طرف الشرطه بتهمه نشر مواد خادشه للحياء، والتحقيق مازال مستمر. ملي خرج هذا الموضوع من الصين ووصل لباقي دول العالم تخيل معايا شنو وقع في الانترنت بسبب هادشي. الناس ولات واخده الموضوع انه ضحك وبدات كترولي بهذا الموضوع. كاينين بزاف ديال الناس بداو كيتنكروا في الانترنت على اساس انهم سيستر هونغ، وفئه كبيره من العيالات بداو كيشجعوا هاد سيستر هونغ لان بزاف ديال الضحايا ديالو كانوا رجال مزوجين. الوضع معقد بزاف وهذا الموضوع مازال لحد الان كيحمق اي واحد سمع ليه. والصراحه الا جينا نشوفوا ان حتى شي واحد سواء راجل ولا امراه يستاهل انه تنتهك الكرامه ديالو بهذه الطريقه. يعني هاد سيستر هونغ كان كيستغل الضحايا ديالو باش انه يصورهم في فيديوهات جنسيه ويبيعهم في قناه في تيليجرام. والعداله لحد الان مازال ما قالت الكلمه ديالها، وكتقول انه راه غير راجل داير 14 كيلو ديال الماكياج في وجهه
باش يجيب رجال يجيبوا ليه الزيت والسكر وما ياكل. كاينه بعض الاشاعات كتقول ان هاد سيستر هونغ كان مريض بمرض السيده، ولكن لحد الان مازال ما تاكدش واش بصح مريض بالسيده ولا غير كذب، لانه في الصين وفي بزاف ديال الدول كاين واحد القانون كيحمي الخصوصيه الطبيه ديال اي شخص، وكنظن انه صعيب نعرفوا هاد الشيء هذا من غير الا ولا موضوع مهم في المحاكمه ديالو. وهاد سيستر هونغ حاليا كيواجه بزاف ديال التهم، منها تصوير وتوزيع مواد إباحية، انتهاك الخصوصية واستعمال صورة الغير، وممكن تزاد ليه تهمة واحدة أخرى واللي هي تهديد الصحة العامة. ممكن يتحكم بسنين طويلة في الحبس وعلاش لا المؤبد. وهكا نكون وصلنا لنهاية قصة أغرب شخصية داز في الانترنت في السنوات الأخيرة. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى القصة تكون عجباتكم، كنتمنى بشدة الآراء ديالكم في لي كومونتير ونعرف كيفاش كانت الرياكسيون ديالكم وانتم كتسمعوا هذه القصه. الموضوع راه كاين في الانترنت، السميه تقدر تقلب غير على سيستر هونغ وغيبان لك الموضوع كامل وغتشوف اشنو واقع في العالم. وغنطلب منكم طلب بسيط، انك تابونا معايا في لاشين باش نزيدوا نكبروا القناه ونوصلوا للناس كثر. ابوني راه فابور ما غتخلص عليها شي ريال. وهذا الشيء اللي كاين، ما نطولش عليكم الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.